مرحبا سي اسماعيل. المهم انا غنعاود لك عليا شويه. المهم زهير الطالبي، انا من خنيفره، بالضبط من واحد الفيلاج سميتو تيغ السالين، 21 كيلومتر على خنيفره. تما فين تزاديت كبرت، و من بعد بديت تجرى في سن 14 سنه. تما فين بديت كنت كنلعب كره قبل، بحال تقريبا واحد 90% ديال الدراري في المغرب كيلعبوا كره. موراها بديت الجرا وصافي، من الاول كتبانت الموهبه وبديت كنشارك وصافي بالزربه وليت بطل المغرب. يعني تقريبا ما عام وليت بطل المغرب في الفئات ديالي. يعني 15 سنه كان في فئه الفتيان، من بعد فئه الشباب كنت ديما كندير مع ثلاثه الاولى، كنشارك مع بديت كنشارك في بطولات العالم. هي هذيك. المهم وجيت الميريكان في 2018. تما جيت هنا، كملت القرايه ديالي. كنت جيت بمنحه دراسيه على حساب ندير السبور ونقرا. وصافي من موراها يعني تعرفت على الزوجه ديالي وانا كنقرا، وصافي تزوجت هنا وانا عايش هنا، وميم طون كنلعب السباقات دابا هنا في ميريكان. كنت كنجري مسافات 5 كيلومتر 10 كيلومتر. وفاش ساليت الدراسة مشيت اتجهت لمسافة الماراثون. وكان أول ماراثون عندي كان هنا في بوسطن السنة اللي دازت، ودرت المرتبة الخامسة. وكان هو أكبر ماراثون في العالم، درت فيه المرتبة الخامسة. وهذاك بحال عطاني واحد الحافز وواحد الدفعة باش أنني نكمل في هذا المسافة الماراثون. و في شهر واحد اللي داز في 2024 جريت ماراثون ديال هيوستن، والحمد لله ربحته. Last stretch, I'm doing it. I know that the marathon is a hard event and anything can happen, but at the last 1K I knew that I'm winning. Hoping will be my ticket to the Olympics. Chilly weather this morning did stop thousands of runners from taking part in the Chevron Houston Marathon. After all, what's a little cold when you have a race to run, right? Talby says this course is the most beautiful he's seen. He'll take that vision along with... Like after 40K, at that point, I had big chance to win. I saw also the clock that I might break the course records. I tried to push hard as I can in the last 2 kilometers. Perhaps running for his Olympic dreams, John. The time 2:06:39 is staggering. الماراثون ديال بوسطن 42 كيلومتر، كيبدا من واحد المدينه وكيسالي في بوسطن. تقريبا في الوسط ديال الماراثون كاينين طلايع بزاف، داكشي باش كيتسمى من اصعب الماراثونات. وفي ميريكان ماشي اي واحد يقدر يشارك في بوسطن، يعني خاصك تكاليفا ليه. ودابا اي واحد كيجري سيرتو في ميريكان كتسولو كيقول لك انا خاصني زعما الهدف ديالو هو بوسطن ماراثون، غير يتاهل ليه، حيتاش خاصك تكاليفا، خاصك دير واحد الوقت وكتصيفط ليهم باللي راك درتي داك التوقيت، وكيشوفوا واش يختاروك ولا لا. يعني الناس في العالم كامل يعني ضروري خاصهم يلعبوا شي ماراثون قبل ويكاليفيهم لهذا الماراثون. يعني داكشي باش عنده واحد السمعه كبيره بزاف. يعني قلتي اصعب ماراثون في ميريكان ولا في العالم واقيلا كامل؟ لا، في العالم كامل. حيتاش كيتسمى ميجر ماراثون، وكاينين غير 6 في العالم، وهو ما بين واحد في دوك 6 اللي واعرين في العالم. وانت المغربي الوحيد اللي حققتي بلاصه زوينه في هذا الماراثون هذا. هو دازو العام اللي فات. العام اللي فات يعني في السنين الماضيه زعما احسن ريزولت في هاد نقولوا واحد 10 سنين الاخرانيه انا اللي درت دابا المرتبه الخامسه. ولكن كانوا دازو ابطال قبل اللي كانوا احسن نتيجه. كان المرتبه الثانيه كان دارها عبد الرحيم بورمدان، كان دارها، ولكن كندويو على مثلا قيل شي 2010 ولا 2008. يعني من تما ما عاودش شي مغربي دار شي انجاز كبير هنا في بوسطن. هذا ثالث ماراثون غادي نجريه. جريت بوسطن العام اللي فات، جريت هيوستن واللي ربحت في شهر واحد، ودابا غادي نجري ثالث مره. وهيوستن قريت باللي راك ماشي غير ربحتيه، ولكن فوالا انت اللي عندك دابا الريكورد. الريكورد هو 20 عام
وداك الروكور كنحطم واحد الكيني، و20 عام ما تحطم حتى حطمته في شهر واحد. و فهمتي كانت واحد الفرحه كبيره حيتاش درت واحد التوقيت اللي هو مزيان، وخلاني نتعرف اكثر عاوتاني في العالم ديال الجراب، سيرتو في السباقات الكبار. اشنو هو الهدف ديالك من الماراثونات، ولا بالنسبه كهدف وطني زعما ماشي هدف شخصي بالنسبه لك انت؟ هو الهدف ولا الحلم ديالي هو ان شاء الله نشارك في هذه الالعاب الاولمبيه اللي غتكون في باريس، ولما لا ان شاء الله نحاولوا نتقاتلوا على البوديوم، نديروا يعني نهزوا الرايه، وزعما الا ما جابش الله مثلا 3 الاولى نكون زعما في احسن مرتبه، يعني في المراتب الاولى، اللي حيتاش الناس اللي كيفهموا في السبور كيعرفوا باللي راه ماشي غير الميداليه هي المهمه بزاف، ولكن حتى داك التحفيز اللي كتعطي الناس بزاف اللي كيتبعوا هذه الرياضه. مثلا فاش كدير واحد المرتبه مشرفه كتشجع الناس بزاف، وهذا الشيء زعما كيوصلوني ميساجات بزاف باللي الناس يعني كيبغيو هذه الرياضه، وكتحفزهم، كتخليهم حتى هما يبداو سواء يبداو الجرا، سواء يحلموا حتى هما يوصلوا لواحد المراتب كبيره. هذا هو يعني الهدف الكبير. حاليا انا كما كتعرف هذا النيفو الكبير ديال فاش كتنافس على واحد سيرتو الماراثون، واحد المسافه كبيره اللي كتحتاج العمل بزاف، يعني تقريبا واحد 90% ديال الكونسونطراسيون ولا الخدمه كتكون على الجرا. يعني من الصباح فاش كنفيق كنحاول نمشي يعني نتريني، كنرجع الماكله كناكل ماكله يعني صحيه ديال الجرا، سواء كتمشي دير ماساج، سواء كدير لي زيتيرمون ديالك، كترتاح، وعاوتاني كتمشي في العشيه دير واحد الفوتينغ ولا واحد الجرايه اخر. يعني كيبقى كنتريني بزاف يعني سوايع كنضيعهم بزاف في لونطريمون، سوايع اخرين. وقلتي لي كدير حتى الكوتشين. فوالا انا بديت التدريب اونلاين بحكم 14 عام ديال التجربه في هذا الدومين. بديت كوتشي اونلاين. المهم ليميتد سباتس، يعني ماشي اي واحد كان كوتشي، كاين الناس اللي مهتمين 100% واللي غيبغيو يديروا الماراثون، يعني هواة ولا يعني اي واحد يعني ممكن كوتشي. كندير 1 to 1 كوتشين، يعني كان واحد ما عمرو جرى ماراثون نقدر نوريه الاساسيات ونبدا معاه من الاول حتى يجري الماراثون. وهذا الشيء زعما شي حاجه اللي كنبغيها، وكنحس براسي بحال ما كنخدمش ولا بحال ما كندير والو، كيدوز داكشي زعما مزيان الحمد لله، وهذا الشيء اللي كاين. باش نقدروا نقولوا زهير هو الحلم الامريكي، واحد الانسان جاي من اطلس المغربي واستطاع انه يدير بلاصتو في ميريكان، واستطاع انه يحقق ارقام قياسيه ويهرس ريكوردز. هو داكشي اللي كاين. الحلم الامريكي صراحه يعني مورا 5 سنين بحال حسيت به بدا كيتحقق. العام الاول كتجي الميريكان كتجي بلا اللغه صعيبه، كلشي صعيب، يعني اي واحد في ديك اللحظه يقدر يعاود يبغي يرجع، فهمتي يعني. يعني كانوا صعوبات بزاف، ولكن الا تعلمتي يعني السيستم وعرفتي كيفاش تقاتل هنا في هذه البلاد، يعني ضروري ما كتعطيك من بعد. وانا الحمد لله زعما وصلت لواحد المرتبه ان يعني بحال هذاك الحلم الامريكي حسيت به تيتحقق الحمد لله. وشنو هي النصيحه ديال زهير للشباب المغربي اللي في المغرب، وحتى اللي بغى يجي لهنايا، وحتى اللي كاين هنايا؟ هو انا كنكون ترونسبارون مع الناس بزاف، يعني انا داير في القناه، تقدر تزيدها القناه ديالي اليوتيوب، كاين واحد السلسله تنشرح فيها كيفاش انا جيت مثلا الميريكان عن طريق الدراسه، وكيفاش تاخذ منحه وداك الشيء. فبنادم ما بقاش يتشكى بزاف ويقول ما داروش لينا، ما فعلوش لينا، ما يعني خدم على راسك، وما عمرك تسنى شي واحد يجيب لك واحد يعني واحد الحاجه تاع اللي عندك ويعطيها لك في يديك. يعني انت خاصك تبحث، انت خاصك تصيفط ايميل، انت خاصك الا ما كاينش ما كنعرفش اللغه لا خاصك تعرف. انا هذه هي النصيحه اللي نقدر نعطي، ما تكونش انت ضحيه. الا بقيتي كتعطي الاعذار ما عمرك تحقق شي حاجه. انا بديت لونجلي ازيرو، يعني من الزيرو تعلمت ليها، وحاولت نستغل الموهبه ديال الجرا،
وممكن تستغل اي موهبه. يعني انا تلاقيت مع ناس اللي ما كيجريوش وحتى هما قدروا انهم يوصلوا لهنا ويحققوا احلام ديالهم بشي حاجه. ضروري خاصك تعرف ان موهبه عندك وتحاول تستغلها وما تبقاش ناعس. يعني في بلاصه ما تضيع الوقت في شي فيديوهات الخوال خاوي فيديوهات اللي ما عندهمش حتى علاقه. الواحد يمشي يقلب شي حاجه اللي يقدر يستافد منها باش يعني يوصل. شكرا السي زهير، شرف لينا والله. الا راه انا العام الفايت فاش قالوا لي بلي راه كاين في الماراثون خديت داي اوف، جيت باش نشوفك، حيت ديما انا فاش كنشوف الرايه المغربيه في شي بلاصه كيعجبني الحال، كنزيد نبغي نعطيه، كنزيد نبغي نتشجع، كنزيد نبغي نتلاقى مع ولاد بلادي اللي بحال قلتي داك المهاجر في الغربه اللي حقق واحد الحاجه، اللي ماشي جاي غير هكاك يضيع الوقت ولا جاي ما غير يضرق على البلاد وما يدير والو. شكرا بزاف، وحتى انت شكرا بحال حليتي واحد المنبر انك تشارك فيه معلومات والناس يعني يستافدوا منك، وهذا الشيء زعما في مصلحه، يعني في المصلحه ديال البلاد المصلحه ديال المغاربه، انهم يعني سواء تشجعوا من عندي من عندك من عند هذا اي واحد يعني كيشارك معلومات راه يعني كنحترمه بزاف وان شاء الله يسهل على الجميع.